ابطال 2023 الناس اللي محشورين في ثانويه عامه، بس والله العظيم برنس. شوف كله بيمتحن كده الا انت، ليك ليلتك لوحدك. بس من بعد 6 شهور من ثانويه عامه ولسه الكيمياء مشكلتك، ما بتعرفش تحلها، ما بتعرفش توزن المعادلات. بس لا لا اطمن، الكيمياء دي مشكلتنا كلنا والله. علشان كده في الفيديو ده هنكمل سلسله اذاكر ازاي، اللي بنتكلم فيها على كل المواد، وكمان بقى اعمل لك مفاجاه هتفصل بيها من ثانويه شويه. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نجيبها في شويه. مشكله الكيمياء انها سجلت نفسها في موسوعه جينيس انها اسرع المواد اللي بتتبخر كده، اللي هو تكون لسه قاعد بتذاكرها تقوم تلاقي المعلومات اتثابت على الكرسي مش في دماغك. لا، علشان كده هنركز في الفيديو دوت على حاجات معينه، زي اللي هو احنا ازاي نراجع عليها ونفهم المعادلات، لان المعادلات مش حفظ، بكرر مش حفظ، علشان كمان نحل كتير وتبقى المعلومه ثبتت معانا. بالنسبة لي فكرة المراجعة كلها بتتلخص في انك تكون بتعرف تنظم وقتك صح الصح، بين انك تكون بتراجع اول باول وانك دايما بتذاكر الجديد. لان زي ما مهم اننا نراجع، مهم جدا اننا ما نراكمش، خصوصا اننا في اللمسات الاخيرة. وافضل طريقة للمراجعة في وجهة نظري هي انك تعمل خرائط ذهنية لكل فتفوتة في المنهج، علشان المعلومة تثبت وعقلك يستوعبها بطريقة منظمة، وكمان يفتكرها لمدة اطول، وتبقى دماغك كده مترتبة وحاجة ألاجة على الاخر. نيجي بقى لاكتر حته عامله لك مشكله في حياتك، الا وهي المعادلات. طب ازاي اوزن المعادله صح واتاكد ان انا هفضل فاكرها ومش هنساها؟ هقول لك بكل بساطه، كل اللي انت محتاجه هو ان انت تغير ثقافتك عن المعادلات. هتقول لي ازاي؟ هقول لك من وانت صغير بتتعلم دايما ان المعادله بتتحفظ، فكل اللي انت محتاج تفهمه دلوقتي ان المعادله مش حفظ. المعادله بكل بساطه هي عباره عن ان انت بتسال نفسك سؤال: انا دخلت بكام مركب وطلعت بكام مركب، والمركب اللي انا دخلت بيه دوت هل هو تكافؤه كان احادي ولا تكافؤه كان ثنائي؟ ولما بتجمع كل الحاجات دي مع بعضها بتطلع لك معادله موزونه ومظبوطه 100%. فكل اللي انت محتاجه علشان تتعلم ازاي توزن معادله هو ان انت تحفظ التكافؤات، وبعد ما تحفظ التكافؤات تبص على المعادله بعد ما تكتبها كده بالراحه، وتشوف هل اللي انا دخلت بيه زي اللي انا طلعت بيه، ولما يكونوا الاثنين قد بعض يبقى انت كده عملت معادله موزونه وزي الفل. واخر حاجه واهم حاجه طبعا هي الحل الكتير. الحل هو اللي بيبين لك اذا كنت انت فاهم ولا انت بقى كنت قاعد بتكلكع. علشان كده لو عندك اي مشكله في الحل فلازم ان انت تلاقي لها حلول وتتغلب على المشكله دي بسرعه، وتبدا من اول دلوقتي لحد ليالي الامتحان تبدا تحل في كل المواد مش بس الكيمياء بس. وفي حاجه لازم تكون فاهمها، ان الحل بيعرضك لكميه افكار رهيبه عشان لما تخش الامتحان ما يبقاش منظر الامتحان غريب عليك، فوارد وانت بتحل دلوقتي تغلط، فمش عايزك تتضايق من غلطاتك، خدها ان هي مجرد غلطه للتدريب، علم عليها وراجعها بعدين. اما المفاجاه اللي انا سبتها لك في اخر الفيديو فيمكن هي مسابقه ملهاش علاقه قوي بالدراسه، ولكن علشان انا واثق ان الفتره اللي جايه ديت هي بتكون اصعب فترات ثانويه عامه، وبيكون فيها التوتر والصياح والقولون العصبي. ودايما على القناه زي ما احنا متعودين ان اهم حاجه عندي هو ان اعصابكم تفضل هاديه. طول ما اعصابك هاديه طول ما انت هتعرف تذاكر ببال رايق، وتكون قوه تحصيلك على المعلومات اكبر واكبر. علشان كده هفتح لكم برنامج انيميشن على القناه زي اللي انتم شايفينه دوت، بس هنتكلم فيه في عشوائيات. يعني ايه عشوائيات؟ عشوائيات طبيه وعشوائيات هندسيه وعشوائيات ادبيه، علشان لما تحب تاخد بريك تاخده في المكان اللي يحفزك للكليه اللي انت بتحلم بيها. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ان انتم تفضلوا متابعينا على طول. فما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب، وسلام.